اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم جميع متابعات ومتابعين قناة ويد نسيم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى الامور ديالكم كامله تكون بخير وعلى خير ان شاء الله، نتوما والعائلات ديالكم يا رب. فكما كتشاهدوا معايا غادي نشارك معكم واحد الشوربه او الصوبه كتجي رائعه في المذاق، خفيفه وما فيهاش مكونات بزاف ومنكهه نسمه بالنكهه ديال الحوت، يا سلام. فغادي تجربوها ما غاديش تندموا عليها نهائيا. فبالنسبه للمكونات كنحتاجوا السمك الابيض، الحوت الابيض، وممكن نديروا الكروفات اللي متوفر عندنا. فانا تقريبا كنستعمل يعني ملي كندير الصوبه ديال الحوت كنديرها بالكروفات، ولكن ما متوفرش فدرت غير هذا الحوت، يعني ماشي شي كميه اللي كبيره، غير واحد شويه ديال الحوت الابيض سلقته في الماء وصفيت داك المرق غادي نروي به الشوربه. والحوت فرتو ونقيتو على هذا الشكل. فكنحتاجوا بالنسبه للخضر واحد الحبه ديال البطاطس، اي البطاطا، وشويه ديال القرعه الحمراء، شويه ديال الزروديه، واحد جوج حبات ديال المطيشه، وشي حبات هكا ديال طوماط سوغيز. فكنتوفروا عندي بجوج ودرتهم بجوج، وشويه قزبر ومعكنوس والكرافز، واحد الحبه كبيره ديال البصله. فكانوا هادو هما المكونات، يعني ماشي شي مكونات اللي كثيره، متوفرين هاد المكونات في كل بيت. وغير القرعه الحمراء صراحه كتجي بنينه في الصوبات، ضروري انا ما كنديرها في الصوبه ديال الحوت ولا ديال الخضار، ولا كتعجبني القرعه الحمراء كتجي بنينه في الصوبه. فكانت هذه هي الخضر اللي استعملت، ودوبت شويه الزبده مع زيت الزيتون مع الزيت النباتيه، يعني خلطت كل شيء. ممكن تستعملوا غير زيت الزيتون، المهم اللي متوفر عندكم. ولكن مع هذا الارتفاع ديال الاسعار الصاروخي ما بقى حد يطيب زيت الزيتون. والله يهدي الجميع ان شاء الله، والله يلطف بكل واحد ويرزق كل واحد. المهم من بعد ما درت الزيت والزبده وكل شيء كنضيف جميع الخضر وكنرويهم بالمرق ديال السمك اللي سلقت فيه الحوت وصفيته، وغادي نروي به الصوبه ديالنا وكنخليوها طيب على النار مهيله، او ممكن طيبوها في كوكوت مينوت، يعني في ساعه كطيب صافي. من بعد ما كطيب كنطحنوها في الخلاط يعني نطحنوها في الخلاط الكهربائي، او انا يعني طحنتها غير بالميكسور في ساعه صافي. ومن بعد ما طحنتها غادي نضيف عليها العطريه. فصدقوني هاد الصوبه كتجي خفيفه، يعني حتى هكاك ما كتجيش ثقيله، كتجي خفيفه وبنينه وفيها هذيك النكهه ديال الحوت زوينه يعني. انا اكثر كنستعملها بالكروفات، ولكن هاد المره من استعملتها بالحوت صراحه بالحوت عجبتني، جات زوينه. وصافي كنخليها جانبا كطيب على راحتها، وغادي نضيف عليها من بعد ما كنطحنها غادي نضيف عليها شويه ديال العطريه اللي استعملت، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال التحميره، شويه ديال الابزار اي فلفله، وشويه ديال السكينجبير. فغادي نضيفهم كاملين. ونحتاجو كذلك واحد ضمه ديال كنور ديال السمك، وشويه ديال مطيشه الحك صافي. وكانوا هادو هما المكونات ديال الصوبه ديالنا كامله. ومن بعد في الاخير كنضيفوا داك الحوت اللي ديجا مسلوق ونقيناه وفرتناه يعني هذا الشكل. فكنضيفوه كيجي باين في الصوبه، كيجي يعني باين، واخا كميه قليله كتجي باينه ويعني طاغيه في المذاق. وكانت هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم. نتمنى ان شاء الله هاد الشوربه وهاد الصوبه تنال الاعجاب ديالكم. فصراحه انا صورتها هذه شحال، ولكن ما عنديش الوقت باش ندير المونتاج ولا مع الوليدات. الصراحه كل واحد خصني نعطيله الوقت ديالو، وبغيت نرجع كيما الاول يعني نكون اكتيف اكثر عاد، ولكن الوقت الكافي ما عنديش. والحمد لله نكتفي غير مره نطلع لكم. وما تنساوش البنات لايك الفيديو، ومرحبا بكم، مرحبا بالاراء ديالكم والتعاليق ديالكم. واللي اول مره كتشاهد القناه مرحبا بكم، الف مرحبا. وما تنسايش لايك الفيديو والاشتراك في القناه باش يوصلك هكا كل ما هو جديد، والبارطاج مع الاحباب والاصدقاء. وكانت هذه هي الصوبه ديالنا كتجي على هذا الشكل. من بعد ما خليتها تجمرت واحد شويه صافي حطينا عليها على هذا الشكل، وكنقدمها في طبق التقديم. ونتمنى ان شاء الله تكون هذه الصوبه نالت الاعجاب ديالكم. صراحه هذا كاقتراح اقترحتهم عليكم، يعني في هذا الوقت صراحه ديال البرد كنحتاجوا هاد الصوبات، وحتى رمضان على الابواب. لا يدخلوا علينا ان شاء الله بالصحه والسلامه، وباش ما تمنيتوا ان شاء الله لا فاقد ولا مفقود، والله يشافي الجميع ويشافي جميع المرضى المسلمين يا رب. فكندعيو معهم ان شاء الله بالشفاء العاجل.
هذا كاقتراح الصراحه، ولا جربتوها في رمضان ما غاديش تندموا عليها. خفيفه وما كتاخذش منا المكونات بزاف، وحتى الوقت ما كتطلبش منا شي وقت اللي كتير، وحتى المجهود ما كتطلبش منا المجهود، سورتو اللي خدامين اللي ما عندهمش الوقت، اللي الوليدات. مهم الله يحسن العوان لكل وحده. وانا الصراحه درتها كوجبه عشاء، رافقتها مع الطاكوس. صراحه جات، هذا هو العشاء ديالنا. نتمنى ان شاء الله يكون نال الاعجاب ديالكم، ونكون خفيفه وظريفه على قلوبكم. وما تبخلوش عليا اللايك الفيديو هكا باش نتشجع باش نبقى ديما اكتيف معكم، ونحاول ما امكن نشارك، يعني ما امكن ندير مجهود اكثر نشارك معكم، نبقى ديما نطلع عليكم. والله الا كنت وحشكم بزاف، كنكون فرحانه اكثر يعني من كنكون نشارك معكم شي فيديو، ولا بحال اللي نتواصل معكم. المهم نتمنى هاد الوصفه ان شاء الله تكون نالت الاعجاب ديالكم، وخليتكم في امان الله الى فيديو جديد ووصفه جديده، والى الملتقى. السلام عليكم.